السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجوريثم ال RSA. هنتكلم عن أساسيات التشفير فيها. الفيديو ده هيتقسم لجزئين، جزء نشرح فيه المفاهيم الرياضية اللي هو الفيديو ده، الفيديو الجاي نعمل implementation للكود اللي هيعمل لنا المهمة دي. طبعا الكود هكتب لغة الجافا، أي حاجة زيادة عايز أقولها الفيديو الجاي أثناء كتابة الكود. اول حاجه هنتكلم عن النمبر ثيوري. النمبر ثيوري باختصار شديد، طبعا احنا كل مجموعه اعداد ليها اسم معين، الانتجرز، الريل نمبر، الراشونال نمبر، وهكذا. كل مجموعه اعداد ليها نمط معين بتزيد بيه في القسمه والضرب وهكذا. احنا هنركز في البرايم نمبرز بالذات، اللي هي الاعداد اللي هي اكبر من او تساوي الاتنين ولا تقبل القسمة إلا على نفسها وعلى الواحد. صعبة شوية في الحصول على نمط ثابت إن أنت تكسر بيها التشفير، طبعا عشان الجوريزم بتاعتنا هتبقى معتمدة بشكل أساسي على اللارج برايم نمبر. عشان تفك أرقام كبيرة جدا بتحتاج شهور وحتى سنين. تاني موضوع هنتكلم عنه اسمها الديفيزابيلتي، قابلية القسمة. دلوقتي أنا عندي رقمين، إزاي أعرف إن هما قابلين القسمة على بعض؟ بحاجة بسيطة جدا. لو عندي عدد A و B، تمام، زي 10 على الاتنين يدينا 5، ملاقيش باقي كده، كل الرقم يتقسم على الاتنين. طبعا علشان موضوع القسمة فيه مشكلة يعني بالنسبة للكمبيوتر، فبنقسم القسمة لشكل جمع وضرب، تمام. لو عندي مثلا A على B فبتساوي D في Q زائد الR، فورمولا اللي بتمشي بيها أي عملية قسمة. عندي طبعا الرقم اللي هو انا عايز اجيب ناتج القسمه بتاعته اللي هو الايه، بيساوي الدي اللي هو ناتج القسمه في الكيو اللي انا المقسوم عليه زائد الار باقي القسمه او الريميندر. ده باختصار شديد. الموديل اريثماتيك، انت بتتعامل مع باقي القسمه فقط، وباقي القسمه افضل من ناحيه التشفير في بعض الحاجات هنعرفها قدام، وليها خواص يعني اسهل من عمليه القسمه نفسها. معنى اصح يعني ايه عددين كونجرنت؟ عددين لهم نفس المود بيدوا نفس الناتج، صار شديد، تمام. طبعا من خواص المود ان انت تقدر توزعها مع الاحتفاظ بالمود بره. يعني لو عندك ضرب ممكن توزعه الضرب جوه وعندك المود موجود بره. وفي برضو حاجه اسمها ايه، احسب لو عندي عدد كبير بحسب المود بتاعه. ليها طريقه برضو ان انت بتفضل توزع المود داخل الاقواس لحد ما توصل ان خلاص كده ان العدد اصغر ما يمكن المود بتاعه فهو نفس العدد يعني. فطريقة يقدر الكمبيوتر يحسبها عشان الأعداد بتبقى ضخمة كبيرة. فالمود دي أولا بيغنيني عن فلوت بوينت، بيغنيني عن مساحة كبيرة في الميموري. أنا بستخدم الموديلر أريثماتيك في هذه العملية. هنتطرق ليها بالتفصيل أكتر ممكن الفيديو الجاي، بس صورة سريعة دلوقتي. لو عندي عددين، عدد لارج عدد لارج مود مثلا n، اول خطوه ان انا لو اشوف الاس ده زوجي ولا فردي. لو زوجي بقسم الاس على الاتنين، بخليه 2، يعني بخلي اس 2 اس الرقم اللي فوقيه وادخل فيه المود وهكذا، وافضل اقسم العدد لحد ما اقدر اوصل لنتيجه اقدر احسبها يعني. هنتطرق ليها المره الجايه. greatest common divisor او القاسم المشترك الاعظم. عندنا لو عندي عددين عايز اعرف اكبر عدد منهم بيقبل القسمه، هو ده الجريتست كومن ديفايزر. طبعا الجريتست كومن ديفايزر لو عندي مثلا عدد A و B، نفس الناتج بيطلع لو جبته من باقي القسمة والمود. بنفس الطريقة برضو بنستخدم حاجة اسمها إكليديان الجوريزم. بنعمل جدول كده صغير من X و Y و X على Y و X مود Y، ونفضل نعمل ريكيرجن لهذه العملية لحد ما نوصل ان المود بتاعي او الريميندر بزيرو، فخلاص ده الستوبنج كونديشن بتاعي. كده وصلنا اغلب المفاهيم اللي هنحتاجها الرياضية يعني بصورة سريعة جدا في الكود هنحتاجها.